النهارده عملت طريقه حلوه قوي للاجنحه بتاعه الفراخ البيضاء يا جماعه. عايزه اقول لكم كانت حلوه قوي وكانت سبايسي وكان طعمها حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. بجد يا جماعه كانت طريقه حلوه قوي واكله سهله وبسيطه واقتصاديه وعلى قد الايد ومش مكلفه وهتعجب كل اللي ياكل. عايزه اقول لكم ان كانت حلوه قوي. جوسي من بره وكان طعمها حلو قوي وكانت سبايسي وكانت خطيره. بصوا يا جماعه، كان طعمها حلو قوي طبعا، والشكل زي ما انتم شايفين قدامكم اهوت. يعني أكلة سهلة ومش مكلفة وبسيطة وتكلفتها مش كتير قوي يعني، فأكيد هتعدي اليوم في يوم من الأيام من أيام الأسبوع. يعني بتبقى محتارة مثلا تعملي أكل ايه، عايزة تغيري في الأكل وكده ومش عايزة تكلفي نفسك مثلا، فأكيد يعني هتعدي اليوم وهتبقى حلوة. هتعمليها بقى مع مكرونة، هتعمليها مع رز بالشعرية. بصوا يا جماعة، كانت حلوة وكانت كان طعمها حلو، كانت ريحتها عايزة اقول لكم ان كانت جايبة اخر الشارع. وبصوا مش هتاخد وقت خالص، يلا نشوف عملنا كل ده ازاي. انا معايا هنا كيلو من الاجنحه مغسول ومنقوع ومتصفي كويس قوي زي ما انتم شايفين، ده كيلو من الاجنحه تمام. ومعايا هنا ميه بصل للتتبيله. ميه بصل زي ما انتم شايفين كده، معلقه من الشطه الحمراء، هرس الشطه الحمراء، بصل بودر، توم بودر، ملح، بابريكا، بهارات فراخ. معلقه من الشطه المطحونه الحراقه السبايس، على ميه البصل، على البهارات بتاعتي، على معلقتين من الزيت، على معلقه من الشطه زي ما احنا قلنا كده المطحونه الناعمه الحراقه كده. لو انت حابه سبايس تمام، مش حابه سبايس ممكن تبدليها باللي هي الشطه البارده تمام. كتري بابريكا عشان انا عايزه اقول لكم البابريكا ما كانش عندي كتير، فالبابريكا الكتير بتخلي اللون حلو قوي. وعليها بقى عصرة ليمونة حلوة قوي بتدي مزازة للأجنحة، بتخلي طعمها حلو قوي زي الكنتاكي كده تمام. هتدعكي كل ده مع بعض. هنا انا كنت زي ما انتم شايفين هنا رصيتهم في الصينيه بتاعتي بعد ما دعكتهم كتير قوي مع بعض. عايزه ادخل التتبيله دي كلها في جوه الاجنحه. والله يا جماعه بصوا كان طعمها حلو، على قد ما هي مش مكلفه، على قد ما هي اكله سهله، على قد ما هي بسيطه، بس كان طعمها حلو. وعايزه اقول لكم ان كانت كل الاكله كانت عاجباه جدا جدا جدا. هتغيروا فكرتكم للاجنحه جدا جدا جدا. فده الليمون بتاعي انا كنت سبته في الاخر، كنت ناسياه. على الملح بتاعي لما دقت التتبيله لقيتها ايه عادبه شويه فزودتها، ورشيت التتبيله دي كده ايه عليها، ودخلتها الفرن بتاعي، شغلت الفرن من تحت. ولما استوت خالص على نار هاديه جدا لان الاجنحه ما بتاخدش وقت، شغلت لها الشوايه لحد ما اخدت اللون ده زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان اللي هي مش محروقه او اي حاجه، وكانت طريه قوي قوي، والجلده بتاعتها كانت محمره وحلوه، طعمها حلو جدا. وعايزه اقول لكم يا جماعه عدت اليوم وكانت اكله سهله وبسيطه واقتصاديه مش مكلفه على قد الايد. والله يا جماعه من الاكلات اللي عجبتني قوي، من الاكلات اللي عدت اليوم وكانت حلوه. فاكيد جربوا الاكله دي حلوه قوي قوي، وقولوا لي ايه رايكم فيها، عجبتكم ولا لا، بكل امانه بكل مصداقيه، ورايكم يهمني. يلا باي باي.